مساء النور. من أفضل الوصفات اللي كنستعملها فاش كنكون ماشية لشي خريجة كتعطي لون أحمر وردي للوجه بدون مساحيق هي هاد الوصفة، ونبدأ على بركة الله. وعندنا واحد البربة، هاد البربة مهمة جدا، فيها العديد من الكاروتينات اللي كتعمل على تعزيز الدورة الدموية في الوجه، كذلك الكثير من الأنزيمات المهمة للبشرة. غنقوم بالبشر ديالها أو بالحك ديالها حتى نحصل على واحد الخليط هو اللي غادي نستعملوه في الوصفة ديالنا. للإشارة، البربة ممكن استعمالها إما خضرة وإما يعني مفورة، ما نديروهاش تسلق، لأن إلا تسلقات غادي تفقد كاع المكونات والفيتامينات والبروتينات اللي فيها. وسالينا البشر ديال البربة في نفس البول أو في نفس الوعاء الزجاجي. غادي نقومو بشر واحد نصف خيارة. الخيار كلشي تعرف الفوائد ديالو، غني بالماء وغني بفيتامين أ، وهادو هما المادتين المهمتين أو المكونين الرئيسيين لإعطاء نضارة للبشرة، هو الماء وفيتامين أ. والخيار إلا دوزناه غير بوحدو على البشرة ديالنا فغادي يعطينا واحد المفعول رائع للبشرة، فما ناهيك إذا ضفناه للبنجر أو للبربة. هاد المكونين بجوج كيعطيو واحد الاحمرار، واحد يعني واحد اللون للبشرة رائع، طبيعي 100% بدون مساحيق كيف قلت تضر بالبشرة أكثر ما غادي تفيدها. إذا حصلنا على هاد الخليط هذا، مزيج ديال الخيار مع البربة أو البنجر. هاد المكونين هادو غادي نقومو بالتصفية ديالهم باش نحصلوا على يعني ليكيد أو السائل فقط. هذاك هو المكون اللي غادي نحتاجوه، وغادي نتخلصوا من الباقي. للإشارة، إلا اكتفينا فقط بهاد جوج مكونات، يعني الخيار والبنجر، هاد جوج مكونات بجوج بهم مهمين جدا لعلاج الحبوب، حب الشباب، البشرة الدهنية كتجمع بشكل رهيب وما كيبقاوش دوك المسامات الواسعة. هذا تنقول إلى اعتمدنا فقط هاد جوج مكونات وكانت عندنا البشرة الدهنية فيها حبوب. هاد جوج مكونات مهمين جدا لعلاج الحبوب وشد مسامات الوجه، لكن حنا بالنسبة لنا غادي نعتمدوا هاد جوج ديال المكونات ونضيفوا عليهم مكونات أخرى باش نحصلوا على واحد الخليط. هاد الخليط غادي ينفعنا لجميع أنواع البشرة، يعني بشرة دهنية، بشرة جافة، بشرة يعني مختلطة، غادي يكون صالح لجميع أنواع البشرات. وغادي نضيفو واحد المكون رئيسي مهم جدا لترطيب البشرة وعلاج التجاعيد العميقة وحتى الرقيقة الموجودة في البشرة مع المداومة طبعا، وهي الزبدة البلدية. الزبدة البلدية كانوا جداتنا كيستعملوها هي فقط للبشرة، وكانت عندهم بشرة كالأطفال، لكن للأسف حنا استغنينا عليها وبدينا تنخدموا الزبدة التي تباع في الأسواق، يعني ما عندها حتى شي فائدة. غادي نوضعوها في حمام مريم باش تذوب لنا شويه، لان الزبده الا ما كانتش دايبه ما غاديش تمتزج مع الخليط، لذلك غنوضعوها في واحد البول ونديروها في حمام مريم غير جهد تدفى لينا او تطلق. فهذا هو المهم عندنا باش نقدروا نضيفوها للخليط ديالنا. انا قلت جهد يعني نصف ملعقة صغيرة من الزبدة البلدية، تباع في المتاجر، تباع في المحلبات، يعني تتباع عندنا الحمد لله. كل ما هو طبيعي راه جيد
للبشرة. بعد ما دفات حنا حصلنا على شوية زبدة البلدية فاش تطلق كيفاش تولي يعني الحليب للترطيب، كذلك الليبيد أو الدهنيات المفيدة لا للبشرة ولا للأكل. غادي نوضع أو نضيف للمزيج ديالنا ولا الخليط ديالنا 2 معالق صغار من الزبدة البلدية بعد إذابتها. المعلقة الأولى ثم الملعقة الثانية، ونحرك بشكل جيد. غادي نحرك بشكل جيد حتى يتخلط لنا كل شيء. غادي يولي هذا المزيج يعني صالح في هذه اللحظة، هذه غيولي صالح حتى للبشرة الجافة. باش نزيدو نعززو المكونات والفوائد ديال هاد الخليط باش يعطينا واحد النضارة والإشراقة ويغذي لنا البشرة ديالنا. غادي نضيف المح ديال بيضة بلدية، وأكرر بيضة بلدية، دائما لا أعترف بالبيض الرومي، المح ديال بيضة بلدية غادي نضيفو لهذا الخليط ونزيد نحرك بشكل جيد. وكنعرفوا الفوائد الكثير المح الابيض في ترطيب وتغذية البشرة، يعني تيرطب البشرة وفي نفس الوقت تيغذيها بشكل جيد. هاد الوصفة انا اكيدة الا درتوها فغادي تعجبكم البشرة ديالكم في الحين. اون فوا غتغسلوا وجهكم غادي تعجبكم البشرة، غيولي لها واحد اللون رائع، وغادي تولي رطبة الملمس وواحد الإشراقة واحد النضارة ما نقولكمش. على بشرة نظيفة طبعا غادي نقوم بوضع هاد الوصفة على الوجه ديالنا، نخليوها حتى تيبس ونوليو نعاودو ان دوزيام كوش او للمرة الثانية، نخليوها تيبس ونضيفو المرة الثالثة واحد لاكوش مرة ثالثة حتى تجفنا، حتى شحال ما كان افضل. نغسلو وجهنا بالماء البارد وغادي نحصلوا على واحد النتيجة رائعة. نحتفظوا بالباقي في الثلاجة حتى 3 المرات في الأسبوع نديروها. ما كدير حتى شي حساسية، بالعكس كتعالج البشرة هذه وكترطبها صفحتي على وكتعطي الفيسبوك إشراقة أنت الأجمل مع وصفات وبهجة مبنيس، للوجه. فيها العديد من الوصفات القصيرة طبعا. كاين وصفات كاينة في اليوتيوب كذلك وضعينها في لاباج على الفيسبوك. كذلك صفحتي على الانستغرام فيها كذلك وصفات قصيرة أيضا لكل من يريد الوصفات القصيرة. كذلك اللي عنده شي تساؤل فما ممكنش نجاوب على الجميع في اليوتيوب. ممكن تضعوا لي ميساج في لاباج ديال الفيسبوك او لاباج ديال الانستغرام في الخاص وغادي نجاوبكم اكيد، واخا نتعطل بعض الاحيان لكني غادي نجاوبكم اكيد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى الملتقى.